الكمبيوتر لو سِبته من غير حماية، فأي إيميل هتستلمه أو هتفتحه ممكن يكون متفيرس، فهنا لازم تكون مأمِّن نفسك وتحط له برنامج firewall أو anti virus عشان يحميه من تهديد أي فيروس ممكن يوصل له. نفس الفكرة البني آدم لو ساب نفسه كده من غير حماية لكلام الناس هيتعب نفسيًا ويحس بإحباط واكتئاب، فلازم برضه يبقى عنده firewall للحاجات دي، بس المرة دي اسمه هيكون مختلف شوية. تقدر تقول كده قوة الشخصية، بمعنى إن أول لما حضرتك تصحى من النوم تبص في المراية وتقول لنفسك مفيش أي حاجة هتقدر تعكنن مزاجي النهاردة، مفيش أي حاجة هتغير مودي، على بلاطة كده. طب إيه سبب الإحباط والاكتئاب ده من الأساس؟ بيكون بسبب حاجة اسمها الطاقة السلبية. تطلع إيه بقى الطاقة السلبية دي؟ هقول لك أنا دلوقتي. الإنسان بيتكون من بعدين، بعد مادي وهو الجسد، وبعد نفسي وهو الروح، ودي طبعا حاجة معنوية. فزي ما الجسم بيتألم لما بيجيله مرض، فالروح هتتأذى بشيء معنوي. أوقات تحس بالراحة والسعادة جوه نفسك لما تسمع خبر حلو، وأوقات تحس بالخنقة والضيق بسبب خبر وحش سمعته. الطاقة السلبية هنا زي ما تقول كده هي الحزن والمشاعر اللي جواك اللي مش مخليك مستريح نفسيا. طب إيه سبب الطاقة السلبية؟ بتيجي من مصادر كتير، بس المصدر الأول والرئيسي هو الشخص نفسه. لو الشخص متشائم هيشوف كل حاجة حواليه وحشة، ولو متفائل هيشوف الحياة حلوة وسعيدة وكله زي الفل. في مصادر تانية للطاقة السلبية زي البيئة المحيطة، المجتمع اللي انت عايش فيه. على سبيل المثال، بتدردش مع صحابك وبتقول لهم هعمل حاجة معينة أو إنجاز معين أو هدف انت عايز توصل له، يطلع لك واحد كده من وسطهم زي الخازوق ويقول لك ابقى قابلني ويسود الدنيا في وشك. بس عايز الفت نظرك لحاجة. لو هنفترض انك بتتعامل مع 10 بني ادمين، هتلاقي في الاغلب 9 منهم بيقولوا لك كلام حلو اللي هو ربنا معاك ابسط حاجة، وهتلاقي الواحد اللي فاضل منهم هو اللي يقول لك الكلام اللي ما يعجبكش او كلام بيعكنن عليك. ساعتها بقى لما بتركز مع الواحد ده فتفتكر ان الناس كلها وحشين ومفيش حد كويس في الزمن ده، والكلام اللي بنفضل نقوله على طول ده يا عم ولا اكنك شفته اصلا. دي اما تشوف الوردة تركز مع الشوك اللي فيها. وانت قاعد كده وحسيت انك مخنوق ومتضايق، اقعد اتكلم مع نفسك. في الحالة دي هتكون بكامل صدقك وعفويتك، وهتعرف نقاط ضعفك وتحاول تعالجها. واما يكون عندك مشكلة مطهقاك في عيشتك، ممكن حضرتك تمسك ورقة وقلم وتقترح حلول ليها بالعقل. ولو عندك حاجة عايز تفضفض بيها ومفيش حد حواليك تقوله أو مش عايز تقول لحد، اقلب نفس الورقة دي واكتب اللي انت عاوز تقوله فيها. طلع غلك في الورقة دي وهتحس براحة نفسية بعدها. وأهم حاجة لو عايز توصل لهدف معين متقارنش نفسك بحد، عشان ما ينفعش بكل المقاييس. كل واحد فينا ظروفه وقدراته بتختلف عن التاني، وكل واحد ليه شخصيته وطبعه، وإلا ما كانش ربنا خلق التنوع. فالمقارنة أكتر حاجة هتجيب لك طاقة سلبية واكتئاب. وكمان وأنت بتصلي طول شوية في السجود. في دراسة علمية أكدت إن أثناء السجود بيحصل تبادل شحنات بينك وبين الأرض بتاخد منك الطاقة السلبية اللي مطهقاك في عيشتك وبتديلك طاقة إيجابية. وبص دايما لنص الكوباية المليان، واعمل لي سبسكرايب.